والله أنا يعني الحكاوي اللي اتحكت لي خطيتها كأنها هي روتين. يعني أنت أول ما تجي خاشي ليبيا بس بيلاقوك جماعة قاعدين، يعني زي كأنك أنت جاي عابر حدود وبتدفع ضريبة أو هنا كده. لكن بالعكس لقينا إنه أنت ممكن الليلة يخطفوك، تدفع المبلغ اللي اتقال لك، تطلع ما تعمل 3 ساعات تاني تتخطف، إذا كان من قبلهم هم أو جماعة تانيين تاني بتتخطف. احنا بعد سجنونا في الخمس، اتباعوا مننا كمية من الشباب حوالي 36 نفر. في 3 ديل ما قدروا يدفعوا المبلغ، ديل ماتوا تعذيب بس ماتوا. في زي 20 ديل دفعوا، وفي كم ما عارف ديل كان دفع عليهم واحد ليبي. أصعب حاجة أنا شفتها طبعا يا هو البيع اللي في التراكين والمعاملة اللي بيعملوها للناس في التراكين. لو النسوان، لو رجال، لو شباب من كل الجنسيات، يعني النساوين البنات يعني شنو، في واحدين بيموتوا مرض، عرفتها؟ واحدين يعني شنو وغير الاغتصابات الحاصلة أي شيء حصل، أي شيء وارد، عرفتها؟ الحبش السودانيين بيرفعوهم زي البهايم من تركينا يا تركينا، وغير كده والهموت التركينة ما بيدفنوك بالمناسبة. لا ما في بيدوك دفن، ما في دفن، ما في دفن. بينادوا 2 من اخوانك يربطوك ببطانية، دي أبشع حاجة، يرفعوك في العربية اقرب كناسة يدعوك. أيوه ايوه تمشي. وليد كاتبين يا اخي في الحيض كاتبين لا رمي الجثث، ممنوع رمي الجثث. غير كده جوا محل التراكين مثلا أنت طلبوا منك فدية أو طلبوا منك فدية، شاف أهلك متجرجرين أو أنت متجرجر، أنواع التعذيب في غرب بتاعت التعذيب. كهرباء، ضريب وكهرباء، رفع من الرجلين، ومويه باردة، عرفتها؟ كله وارد. احنا عندنا في التركينة بتاعتنا والله الليبي كان مربي، يعني هو ما شاء الله كان يحب الحيوانات، مربي كان كلاب وطيور. الكلب لو هاجمك ما تقدر تضربه، لو ضربته يضربك طلقة، لو دافعت عن نفسك يضربك طلقة. عندنا واحد الكلب عضه في ظهره والله ما قدر يعمل حاجة. ايوه راقد اسبوع. 18 شهر 6 اهو طالعين برضو. المهم جنب البحر بالليل الناس يرتبوا فيهم، وكانوا رحلتين طالعين. فشنو في واحد ما عارف مشكلته شنو مع المهرب، قاعد يتعاكس معه، والزمن ذاك الناس رفعوهم خلاص شنو طالعين البحر. المهم كتر كلامه معاه، وانا داير امشي، ومره يشيله من هنا ينزله تاني يجيبه هنا. في النهايه قدامنا طلع مسدس اداه طلقه بس، والله اداه طلقه في جبهته قدامنا في البحر. في البحر. ايه ما كنت متخيل اني اخش في دوامه زي دي بتاعتي. ما كنت متخيل عندي صاحبي برضه كان معي طبعا برضه في موضوع البيع، كان ضربوه قلت له كم قال لي ما بدفع عليكم قروش، ما عندي قروش. وان طلبوا مني 7500 دولار، ما اقدر ادفع لكم قروش. والله قدامي كده ضربوه. وانا كنت بتكلم معه قلت له يا اخي انت ما نزل حتى انا قلت له حتى انا ما عندي القروش دي، لكن النازل انا بنحاول. ايوه انا قلت له حتى النازل نحاول شنو بقدر الامكان نطمنه منه ممكن ندفع لهم قروش. انا ما اطيل لخدي شنو، انا لقينا فرصه انه نطلع من هنا. فهو كان رافض تمام، قال لي يا زلمه انا ما بقدر، انا ما عندي قروش. فالمهم من الاخر ما عندي قروش. فالمهم ضربوه، والله يلا ضربوه قدامي كده، ضربوه كده. يقول لك انت حتمشي وحياتك حتتحسن وتتصلح، يحسسك انه انت ماشي اوروبا كانك انت راكب باص عادي وماشي من بيتكم ماشي السوق، انه الموضوع ايزي واكتر من ايزي. عشان يطمنك اكتر يقول لك بالنسبه لخفر السواحل الليبي ديل بيقول لك مسؤوليتهم علي، يقول لك شوري ديل يقول لك انا مظبط معاهم اي حاجه. وبالنسبه للانغاص بيقول لك الاحداثي اللي انا اديتك ليه ده برضه انا متفق مع سفينه بتاعت انغاث، حتلاقيك على بعد مثلا 28 ساعه 30 ساعه، او مرات يدق لها بالميل البحري. يقول لك مثلا تمشي مسافه كده
بتلقى هناك. وحتى يبسط لك المسافة، يقول لك يعني انت لو طلعت من مثلا من زيلاتي، يقول لك المسافة من زيلاتي لمالطا كلها كده كيلو. يقول لك المياه الإقليمية الليبية انت لو مشيت مسافة 8 ساعات بتكون طلعت من 8 ساعات بسرعة مثلا سرعة معينة بالمحرك ال70 ده، انت بتكون خرجت من المياه الليبية. ايوه ايوه ايوه. وهو يقول لك اذا انت بعدين صبوك، اذا استلموك الحكومة الليبية، يقول لك بعدين انا بجيب امرقك. وده كله داير يشيل منك 2000 دينار دي يخطها في جيبه. تاني انت لو مشيت مسافة ساعة وغرقت ما عنده بيك شغالة. في واحد فينا بيرفع تمشوا يتصل برضه يجي يمسكوكم. ايوه ايوه ايوه، يتصل للصيع. ايوه يديم الاحداثي بتاعك، انت بتطلع مسافة 3 ساعات مثلا، بعد شوية يلاقيك يجي يحصلك هنا من ورا تاني، غارب من ورا مليان صياع بذخيرة. يقول للكابتن، يقول له يا زول ارجع، يرجعوه يودوه الساحل، ينهبوك اذا كان مثلا شايل معاك قروش، اذا شايلين تلفونات. مرات ينهبوكم حاجاتكم الشخصية بس، ومرات ينهبوا الجمل بما حمل. يقول لكم انزلوا، نزلتوا تاني يقول لكم الدار يركب يدفع من جديد، بس اللي عندك. ايوه صح، مرات يمسكوكم نظام فدية. طبعا في جزئيه بتقول شنو، بتقول مثلا انه مثلا انت لما تقول لي يا اخي والله يا اخي التجارب انت مريت بها في ليبيا والبيع والقتل وركبت البحر 3 4 مرات وما توفقت، والعداوة في ليبيا، وبعد ده وصلت اوروبا، هو طبعا بيفتكر انه انت حاسده، انه مثلا انت وصلت، او انت ايوه انت هم حاسده انه يصل لمرحله انت وصلتها انت، فبحاول انه شنو من راسه، يعني انت مجرد ما توريه وتقول له الحاصل كده 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 كده، فما بيستمع لك، فبيجي وبيشوف بعينه. يعني انا بقول لك انت زي ما وصلت، زي ما انت قدرت تخوض المعركة دي كلها، وفي النهاية نجيت منها ووصلت وحققت جزء من حلمك، انا اللي يمنع شنو؟ ده الفهم. الرسالة اللي بنقولها للناس انه والله ياهو الكلام اللي انا بقوله، انه ما عشان انا وصلت معناه انت ممكن توصل، وما عشان انا حذرتك قلت لك ما تحاول معناها انا حاسدك. لا والله، الطريق صعب، ولكن انت ممكن، يعني انت ممكن انا اديك مقتطفات عن الشيء الحاصل في بيع، في زي ما قلت في بحر ما مضمون تصل، في بحر ما مضمون، احتمال تموت. ايوه يعني مرات انت جوا البحر مرات المحرك يتعطل جوا البحر، ومرات بتروح البوصله، مرات بتطش البوصله، مرات بتطش، مرات الغارب ذاته بيتشرد، مرات وغاية الحمد لله احنا ما لقانا سمك ولا بتاع، دي من المهدئات بتاعت البحر. لكن بس اهو تعطل، والبتاع ده ممكن يتجدد تحت لحظه لانه هو في بلاستيك يعني في النهايه مرات. وفي الصيف بالذات الشمس لما تكون عليه حاره بتجده. وفعلا انا عندي واحده والله من السودان اتكلمت قالت دار تجي، وانا وريتها الخطوات ووريتها الحاصل، وقلت لها صعب الطريق، صعب. والله ما سمعت الكلام وركبت، وربنا يرحمها سيتوفت. هي بأولادها بزوجها، أسرة والله مكونة من 9، هي وأولادها وزوجها وأخوها وزوجته وبنتهم، 9 نفر في 2018. أنا أنصح إنه يعني هو مرات أنت فعلا في ناس فعلا مرات بتضطرهم الظروف إنه يطلعوا، لكن رغما عن ذلك ورغما عن الظروف اللي بتخليه إنه يضطر، إلا إنه أنا ما المفروض الظروف تجبرني إني أجي أرغب بنفسي للتهلكة. والله بنقولها بصراحة، البحر ده تهلكة. يعني نحن ما لقينا الزول اللي كان يدينا الإنذار الكافي وركبنا جينا، لكن أنا من هنا بوجه رسالة لأي زول بقول له والله البحر ده تهلكة.